وهناك حادثة لا أريد أن أذكر رجل صاحب أموال كبيرة من دومة، اتصل فيه وقال لي زوجتي أخذوها على الفرع 227 فرع المنطقة. قلت له راح أتكلم لك مع واحد مشان تروح تشوف يعني. فلما راح هو قالوا له أوكي نحن نطلع لك إياه، طلبوا منه مبلغ من المال. طبعا هذه المبالغ دوما، هذه المبالغ منذ عام 1971 الآن لك معتقل بدك تدفع مصاري حتى تشوفه تطمئن عليه أو تشوف أخباره. فطلبوا منه 1,000,000 ليرة سوري بيطلعوا له إياها. قال لهم خلاص أوكي هاي 1,000,000. انتظر على باب الانضباط اللي هو باب الخلفي للسجن، الباب الخارجي، في مسافة من الباب إلى الداخل حوالي 100 متر. قال له راح تطلع مرتك عارية. قال ليش عارية؟ قالوا بتدفع 100,000 بنلبسها داخلي، بتدفع 200,000 بنلبسها خارجي، بتدفع كذا، كل ما دفعت 100,000 زيادة احنا بنلبسها أحد. فالرجل دفع حوالي 700,000 وخرجت بدون غطاء أشهر، وركض عليها لما شاف فجايل عنده، ركض عليها وغطاها بجاكيته لحتى يستر عليها يعني. فهي عقوبات، هذه العقوبات لم تخطر ببال بشر. فعملية الاغتصاب وولادة أطفال، واعتقد يعني بأم العين شفته طفل طالع من السجن مو عارفان، حتى النساء اللي يعني أصبنا بنوع من الغبطة والخوف، قالت له إحداهن أنا كنت أظنك أنت جاي تأخذ واحدة على الاغتصاب أو على التعذيب. معروفة يعني لما بفوتوا علينا المخابرات كانوا يأخذوا إما واحدة للاغتصاب. وأنا أتحدث كثيرا، لا يمكن أن تكون هذه أخلاق عربية ولا أخلاق إسلامية. وأذكر كل الناس عندما كان أبو لهب ألد أعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يسمح لهم بالدخول على غرفة سيدنا محمد. قال أو تريدون أن يقول العرب عننا أن دخلنا على وكشفنا على عرض محمد؟ وهم يعني هم مشركين وهم كفار وهم أعداء.